النهارده احنا على محور الامل قدام بوابه من اهم بوابات العاصمه الاداريه الجديده، بوابه اللي بتوصل ما بين طريق السويس لغايه بن زايد الشمالي، اعرض محور في مصر. النهارده احنا قدام بوابه شاهقه الارتفاع، ارتفاعها اكتر من 30 متر، هي انتهت بالكامل وشغالين فيها اعمال لاندسكيب والرصف خلص بالفعل. وبالفعل النهارده احنا بنجهز لافتتاح العاصمه الاداريه الجديده. النهارده بالفعل في مولات استلام فوري، يعني حضرتك تقدر تمتلك محلك او مكتبك الاداري او حتى شقتك او فيلتك استلام فوري في العاصمه الاداريه الجديده. النهارده العاصمه بالفعل بقت واقع. كنا بنقول زمان العاصمه هتبقى وهتبقى، بالفعل النهارده احنا في العاصمه والعاصمه واقع. والمدينة الرياضية على مساحة 92 فدان بتكلفة تتجاوز ال 22 مليار جنيه، فيها 4 ملاعب كرة قدم وكرة يد وكرة سلة وملاعب كتير جدا. من هنا هنلاقي نفسنا شايفين منطقة السي بي دي، السنترال بيزنس ديستريكت، واطول برج في افريقيا الايكونيك تاور. دلوقتي احنا على محور الامل، جايين من على طريق السويس رايحين لمحور بن زايد الشمالي في منطقة السي بي دي. احنا دلوقتي في منطقة الام يو 23 اللي ما بين الحي الثاني والحي الثالث بالعاصمة الادارية الجديدة. احنا اول مول بنقابله هنا وهو مول إليت، اللي هو فيه مول متخصص بالكامل إداري ومول متخصص بالكامل طبي. احنا على أول ميدان في الام يو 23 قدام مول إليت، أول مول يعتبر موجود في صف المولات الموجودين في الام يو 23، وهي المنطقة الأولى اللي انطرحت كمنطقة تجارية في العاصمة الإدارية الجديدة. كنا زمان بنقول إن هو هيبقى في محور الأمل وهيبقى في مولات بالفعل النهارده في استلامات فورية جنبنا. والجميل هنا إن حضرتك تقدر تشوف اليونت بتاعتك أو وحدتك قدامك انها لما تتشطب هتبقى ايه، وبالفعل عظمها وشكلها ازاي. فلو عايز تقيس تحملها، لو عايز تعرف وجودها من عدم وجودها، لو حضرتك بتفكر ان انت تستثمر استثمار لونج تيرم فهو يعتبر على اللونج تيرم، ولو فكرت كشورت تيرم فهو برده مش شورت تيرم قوي بس استثماره قريب، لان هو اول ما يتسلم المول ده المنطقه دي هتكون شغاله بالكامل، لان النهارده في استلامات فوريه والنهارده ناس بتأجر في المنطقه دي. فبتخيلوا في سنه 24 المنطقه دي هتكون شغاله ازاي، بالذات ان هي شغاله بقالها اكتر من سنتين، هيكون في وقتها وهيكون كل اللي حواليها متأجر. والمنطقه دي محققه الى حد ما عامل الندره، ان هو ما فيهاش غير 21 مول بيخدموا على اكتر من 250 الف نسمه، ففعلا بيبقى فيها عامل ندره وبيبقى فيه ترافيك كويس جدا للتجاري، في نفس الوقت للمكاتب الاداريه اللي هي متوسطه مش مالتي ناشونال ولا حاجه لوكال. كويسه جدا المنطقه دي، ولو الاطباء بيفكروا في عيادات ممتاز جدا، لان هو بيخدم على كثافه سكانيه عاليه جدا. اول مول استلام فوري موجود في المنطقه دي اللي هي الام يو 23، وهو مول بايونير التابع لشركه جلوبال بايونير ديفلوبمنت، وهي شراكه مصريه ايطاليه اماراتيه. المشروع ارضي و7 ادوار، هو اول استلام موجود في الام يو 23. الارضي والاول هما تجاري، والثاني والسادس اداري، والدور الثالث عيادات طبيه، واخر دور وهو الدور السابع وهو المقر الرئيسي لبايونير ديفلوبمنت او جلوبال بايونير. الجميل دايما بطمن جدا ساعه ما الاقي ان الاستشاري هو نفس الشركه، يعني اصلا الاستشاري بتاع المشروع هم جلوبال، وفي نفس الوقت هم ناس هيكونوا موجودين في المشروع نفسه، فبيهتموا جدا ان الايمج بتاعه المشروع وتشغيله والصيانه بتاعته وادارته يكونوا في منتهى القوه، لان ده هيكون مؤثر على واجهتهم بالفعل. لان كل مشاريعهم بعد كده اي حد حابب يتوجه ان هو يشتري منها او يستلم وحدته او يتابع معاهم، فهو لازم يجي المقر هنا في المشروع. دايما لما بتكلم مع حضراتكم عن اي مشروع في العاصمه الاداريه الجديده استلام فوري او استلام قريب بكون في قمه الحماسه، ده لان انا كنت ايام زمان في 2017 2018 كنا بنقول للناس على المشاريع دي اول ما انطرحت المستثمرين وبعدها انطرحت الام يو 23 والحي المالي، كان العاصمه الاداريه الجديده ما فيهاش اي انشاءات. كنا بنقول العاصمه هتبقى، العاصمه هتكون، العاصمه هيكون فيها المولات هتبقى شكلها كذا، تجمع المولات، الطريق ده هيبقى فيه 21 مول، كان صحراء ما فيهوش اي حاجه، ما كانش مرصوف اصلا. فالنهارده احنا متحمسين واحنا بنشوف اللي احنا كنا بنتكلم عليه من سنين ان هو النهارده واقع. كان زمان الناس بتقول العاصمه الاداريه الجديده فنكوش، لا الحمد لله العاصمه الاداريه الجديده النهارده قامت وخلاص بدات تشتغل بالفعل، وبالفعل النهارده احنا فخورين بيها. لو حضرتك حبيت تستثمر في المول ده او في المنطقه دي، طبعا انصح حضرتك انت تستثمر في حاله واحده، لان مش اي حد ينفع معاه الاستثمار ده. لو حضرتك بتفكر في ROA او في ريسيل ما انصحش حضرتك بالمول ده خالص. لو حضرتك بتفكر في استثمار بعيد المدى ما انصحش حضرتك بالمول ده. لكن لو حضرتك حبيت ان انت تحط جنيه النهارده يجيب لك عائد، حبيت عائد سريع، عائد ROI ونقطه تعادل ممكن توصل بيها ان احنا النهارده وصلنا نقطه تعادل، اشترينا الوحده ونقطه التعادل بتاعتنا اللي هو القسط يساوي
الايجار انصح حضرتك بالمول ده. فلو بتفكر في استثمار شورت تيرم توكل على الله وممكن تتملك معايا في المشروع ده. وعندنا استلامات قريبه جدا 2023 و2024، والحلو ان هو هنا في كثافه سكانيه عاليه جدا، فاحنا عندنا اكتر من 250 الف نسمه بنخدم عليهم. فلو حضرتك طبيب عايز تفتح عياده طبيه، لو حضرتك بتفكر ان انت تفتح محل تجاري يخدم على كل الاحياء السكنيه اللي حوالينا دي، ففعلا دي المدينه او المنطقه الامثل على الشورت تيرم انت تفتح فيها، لان في مناطق تانية قويه جدا ولكن ممكن تبقى بعد فتره كبيره تشتغل، لكن دي من اول المناطق هي والحي المالي اللي هتشتغل في العاصمه الاداريه الجديده. خلاص افتتاح العاصمه الاداريه الجديده على الابواب، فزي زمان ما كنا بنقول لكم النهارده في صفر السهم السعري الحق واستثمر، الحق واشتري، بكره السعر هيتضرب في 2. النهارده برضو بقول لكم قبل افتتاح العاصمه الاداريه الجديده لسه احنا ما وصلناش لاعلى سهم للسعر المتر. النهارده احنا في الار 2 في العاصمه الاداريه الجديده، جنبنا منطقه الام يو 23 وقريبين جدا جدا من منطقه السنترال بزنس ديستريكت، وكمان احنا دلوقتي في الحي الثاني بنسبة 100%. الانشاءات خلصانة، بل اللاندسكيب خلصان وكل حاجة خلصانة جاهزة بس على التشغيل، وجاهزين السكان ان هم ينتقلوا للار 2 يعني اشهر من النهارده عند افتتاح العاصمة الادارية الجديدة. الجميل في الار 2 ان انتوا هتلاقوا كامل خدماتها موجودة بالفعل. ليه كامل خدماتها موجودة بالفعل؟ بالفعل النهارده لو بصينا على الناحية دي هنلاقي في مدرسة وهنلاقي في مسجد، كل حاجة خلصانة بالفعل وجاهزة للتشغيل. فمفيش حاجة اسمها سكان ينتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة وما يلاقوش خدمات، ما يلاقوش محلات أو ما يلاقوش مولات. بالعكس احنا اهتمينا جدا 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 بالبنية التحتية، واهتمينا جدا بكل الخدمات اللي هتخدم على السكان ما قبل انتقالهم. فاحنا دلوقتي في الحي السكني الثاني. كنا في 2016 بنقول للناس يا جماعة المنطقة دي هيبقى فيها عمار، المنطقة دي هنقدر ننتقل فيها، المنطقة دي هيبقى فيها سكن فاخر حكومي للناس متوسطي الدخل واسكان شباب. تخيلوا المستوى الجميل اللطيف اللي شايفينه، مستوى جميل جدا، لولا ان هو مش موجود عليه سور انا كنت قلت كومباوند لطيف جدا بلاندسكيب، قمة في الروعة وقمة في الجمال. تخيل الفيو بتاع حضرتك ايه. لو بصينا حوالين الفيو احنا شايفين من هنا المسجد وجمعية ومدرسة ولاندسكيب ووتر فيتشرز. طيب ورانا ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين انا ورايا منطقة السنترال بزنس ديستريكت، فيها اطول برج في افريقيا، البرج الايقوني. فتخيل حضرتك كده حد ساكن جنب برج خليفة في دبي، حضرتك تبقى ساكن اسكان تبع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، والفيو بتاعك البرج الأيقوني أطول أبراج أفريقيا. فعلا فخر كبير جدا لينا إن النهاردة احنا موجودين في منطقة بالعظمة اللي احنا شايفينها دي. فخر لكل مصري يعرف إن بلده فعلا عظيمة. كنا زمان دايما بيقول ليه احنا مش زي دبي؟ هل فعلا الحكومة المصرية أو الدولة المصرية تقدر تعمل منطقة زي بزنس باي دبي؟ هل فعلا هيكون عندنا أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا؟ هل فعلا احنا قادرين ان احنا نعمل عاصمة لوجستية تخدم على قناة السويس وتخدم على ميناء الجلالة وميناء العالمين على مستوى عالمي؟ هينفع نعمل ناطحات سحاب؟ الكلام ده ما بقاش حلم، الكلام ده بقى واقع. الجميل في العاصمة الإدارية الجديدة وهي التخصص، زي ما هي عاصمة متخصصة إدارية، زي ما في مناطق سكنية، مناطق متخصصة إداري زي الحي المالي، مناطق متخصصة تجاري زي الداون تاون، مناطق فندقية ومناطق طبية، فيها مدينة رياضة، مدينة طبية، مدينة للثقافة والفنون. هتلاقوا مدن وليست حضرتك زي زمان مثلا عندنا نادي، عندنا ملعب كورة، لا النهاردة مدينة رياضية، النهارده مدينه طبيه مش مستشفى. دلوقتي احنا على شمالنا منطقه السنترال بزنس ديستريكت، وباين من هنا البرج الايقوني اطول برج في افريقيا بارتفاع 386 متر على ارضي و79 دور، وبيحيطه 19 ناطحه سحاب. النهارده احنا داخلين ار 3 نتفرج على كل المعالم اللي موجوده اللي فيها والانشاءات اللي حاصله فيها والناس اللي عايشه فيها. دلوقتي احنا داخلين ار 3 هنلاقي ان كل حاجه خلصانه، من اول اللاندسكيب لغايه الواجهات لغايه التشطيبات الداخليه، وهنلاقي ان الناس ساكنه بالفعل وفي حياه، بل في محلات النهارده موجوده بالفعل. بل النهارده اصحاب محلات خدوا بشكل ابتدائي ارض حق انتفاع علشان يقدموا منتجاتهم كمطعم، زي مطعم الشرقاوي مثلا شغال هنا في الار 3 وشغال بيبيع اكتر من حاجه للمهندسين والناس اللي ساكنه هنا. فحضراتكم لو تشوفوا كل المباني الموجوده وكل حاجه ممهده بنسبه 100%. كنا زمان بنقول ان العاصمه الاداريه الجديده هتبقى موجوده والار 3 هتبقى مدينه سكنيه او حي سكني جنب الحي الحكومي وجنب حي الوزارات
بالظبط جنب الحي المالي، جنب الداون تاون، قريب جدا من المحور المركزي او دائرة العاصمة الإدارية الجديدة. هيكون جنبها محطة تبادلية LRT والمونوريل، هتجمع معاهم القطار المكهرب اللي هو توصل سرعته ل 250 كيلو متر في الساعة. انا مستغرب بكل صراحة، طبعا شرف لبلدنا وحاجة مفرحة. طبعا الجميل ان هنا ده صناعة الدولة، يعني الدولة عاملة ده للشباب المصريين، فعاملاه على اعلى مستوى، يعني مهتمة بكل التفاصيل. انا حاسس ان انا في احسن كومباوند من كومباوندز المعمولة من الشركات التطوير، حاجة محترمة جدا وإليت قوي وراقية جدا. والمحلات الموجودة تحت العماير دي موجودة تحت كل العماير اهي. الدولة هتطرحهم في مزاد عالمي ان هو هيبقوا تجار المحلات والمطاعم يقدروا يشتروا فيهم، بس اهم حاجة طبعا بكنترول في حتة مين النشاط ايه. طبعا التنت ميكس الدولة مهتمة بيه جدا، فمثلا المحل ده هيتباع سوبر ماركت، هيتأجر ده المطعم، ده هيتعمل كذا، مش هتبقى اي حاجة وخلاص. هنا طبعا ده الميدان اللي واخداه دولمن، عاملاه حق انتفاع من الدولة وعاملاه بشكل شيك جدا في الار 3. الجميل ان هو النهارده الشباب المصريين يقدروا يتملكوا في الوحدات دي بقسطه بيوصل ل 20 و30 سنة. بل الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد في وعود، انا متوقع ان الوعود دي فكرة ان هو يأجر شقق وشقق مفروشة، انا متوقع ان هي ممكن تكون هنا في العاصمة الإدارية الجديدة في الار 3. يعني انا دلوقتي ممكن تبقى شقتي هنا، وبصوا شايف ايه؟ شايف البرج الايقوني. تخيلوا شقتك من الدولة، انت حضرتك تخرج من بيتك المسجد قدامك، شايف ايه؟ شايف اعلى ناطحة سحاب في افريقيا كلها. يعني انا مبسوط ان ده عمل حكومي، يعني ده عمل دولة. والجميل ان العاصمة الإدارية الجديدة مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن مثلا مشروع توشكا او اي مشاريع اللي حصلت زمان ان هي معتمدة على فرد مثلا بموته او بنهايته تنتهي. لا، العاصمة الإدارية الجديدة دلوقتي هي شركة ماسكاها، وهي شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مهتم بكل تفصيلة فيها. انا لو بتكلم اللواء احمد زكي عابدين بكل صراحة، الراجل ده ما بينامش الليل علشان يركز في كل تفصيلة ان هي تطلع باحسن جودة. فالنهارده فعلا احنا بنتعامل مع مناطق في العاصمة الإدارية الجديدة مفروض ان هي اسكان شباب واسكان متوسط. انا شايفها ان هي تصلح ان هي لو عملنا عليها بوابة وبقت جيتد تبقى كومباوند، يعني حاجة في قمة الرقي وفي قمة الجمال. يعني بصوا ما بين بيتك وبين العماير المقابلة ليها كمية المناطق الاستراحة، وتحس ان احنا في جاردن او حديقة او نادي، حاجة لطيفة بكل صراحة. انا عاجبني الاهتمام بكل تفصيلة دي. طبعا جولة سريعة في الار 3، ولكن انا حبيت ان انا اوريكم اغلب التفاصيل الموجودة فيها وتقسيمتها والفاسيلتيز الموجودة فيها، من اول المساجد لللاندسكيب للمناطق الاستراحة للمظاهر الجمالية اللي احنا شايفينها دي. فكرة ان حاجات هتطرح في مزاد، فطبعا حاجة فير جدا، مش هيحصل زي ايام زمان اي حاجة يبقى فيها تلاعب او اي حاجة تحصل مش قدام كل عيون الشعب. فالنهارده الموضوع هيبقى ايه؟ مور بروفيشنال، وهو اللي بيسعر نفسه على حسب العرض والطلب. طبعا دي جمعية في الار 3، وانا فرحان من كمية الفاسيلتيز الموجودة هنا، ودي تقوية شبكة لان الشبكة المفروض هنا تبقى 5G، حاجة محترمة جدا. النهارده احنا في العاصمة الإدارية الجديدة، عاصمة مصر، الجمهورية الجديدة، قدام اقوى منطقة في الشرق الاوسط، منطقة السي بي دي، السنترال بيزنس ديستريكت. 19 برج بيتوسطهم اعلى برج في افريقيا ارضي، و79 دور بارتفاع 286 متر. المنطقة دي النهارده نقدر نتملك وحدة إدارية مطلة على المنطقة دي او منطقة السي بي دي او فيو برج ايقوني. انتوا عارفين حضراتكم ان في دبي برج خليفة القيمة الإيجارية الوحدات الإدارية الموجودة في برج خليفة اقل من القيمة الإيجارية الموجودة للوحدات الإدارية المطلة على البرج خليفة نفسه. فاللي اشترى وحدة إدارية مطلة على برج خليفة بيكسب اكتر من القيمة الإيجارية الموجودة في برج خليفة نفسه. فالنهاردة احنا لأول مرة يتم طرح أراضي امام البرج الأيقوني، فيو برج أيقوني، فيو صريح لمنطقة السي بي دي، تقدر تملك فيه وحدة إدارية. أنصح حضرتك باستثمار الإداري والفندقي في المنطقة دي. كل يوم شغل جديد، الدولة بقوتها بكفاءتها بالكوادر بتاعتها بملاءتها المالية كلها متجهة للجمهورية الجديدة، للعاصمة الجديدة. اللي بيعوم مع الموجة بيكسب. دلوقتي احنا قدام تاج تاور، وهو الاقرب مشروع للبرج الايقوني امام السنترال بيزنس ديستريكت بالظبط. السنترال بيزنس ديستريكت دي منطقة الاعمال المركزية اللي فيها 20 برج يتوسطهم اعلى برج في افريقيا، البرج الايقوني بارتفاع 386 متر. المشروع ده في قمة القوة على ارتفاع 47 دور. الفيو بتاعه نهر اخضر، شايف منطقة الاعمال المركزية، فيو من اقوى الفيوز الموجودة في العاصمة الادارية الجديدة. تخيل محلك تمتلكه هنا وقدامك بالظبط منطقة الاعمال المركزية واطول برج في افريقيا. زي ما اتفقنا قبل كده وعارفين كلنا ان الوحدات الادارية المطلة على البرج خليفة القيمة الايجارية بتاعتها اعلى بكتير من الوحدات الادارية الموجودة داخل برج خليفة. وهنا احنا بنطبق نفس المعادلة دي، ان تاج تاور هو مطل على البرج الايقوني
فايجار حضرتك لو استثمرت في وحده اداريه في تاج تاور، حضرتك العائد بتاعك اعلى من القيمه الايجاريه للوحدات الاداريه الموجوده في البرج الايقوني نفسه. فحضرتك تقريبا ما فيش استثمار اقوى من ده في العاصمه الاداريه الجديده او خارجها. دلوقتي واحنا على يمنا منطقه السي بي دي على محور بن زايد الشمالي، اعرض محور في مصر بعرض 124 متر. هتكون على يمنا منطقه الام يو 7 وبالفعل خلصان فيه انشاءات، والنهارده فيه ناس ساكنه واللاندسكيب بالفعل خلصان. فعلا المنظر مشرف. هنعدي باجمل 2 ديزاينز موجودين في العاصمه الاداريه الجديده. هنلاقي اول تاور قدامنا تاور بعد تاج تاور وانفينيتي. هنلاقي امازون هو سادس اعلى تويستد تاور في العالم واعلى تويستد تاور في افريقيا، والديزاين بتاعه زي ما حضراتكم شايفينه تحفه، وهو فيو برج ايقوني، والمطعم اللي فيه هيبقى فيو برج ايقوني، مكاتب اداريه، وحدات فندقيه. بعد التويستد تاور على طول انا شايف تاني اجمل شكل تاور انطرح في العاصمه الاداريه الجديده لغايه النهارده. هنلاقي ان هو يو سي او اللي هو ايست تاور. ايست تاور معموله بشكل تحفه جميل زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو، ان هو الديزاين بتاعه قمه في الرقي، قمه في الجمال. انصح بالمنطقه دي استثمار تجاري تمام واستثمار اداري وفندقي. المنطقه دي جميله جدا ان هي على اهم محور موجود في المنطقه، زائد انها منطقه قدام المونوريل وقدام السي بي دي على النهر الاخضر، بتخدم على الار 3 والار 2. يعني حتى منطقه مش هتتكرر تاني، في قمه القوه قدام ابراج الشركات الصينيه. الحي المالي الحي الوحيد اللي محقق عامل الندره وعامل التخصص في الاداري، واللي بيستهدف كل الشركات المالتي ناشونال، لانه اداري متخصص في كل الفروع الرئيسيه للبنوك الموجوده في مصر، وفي نفس الوقت في كل وزارات مصر. النهارده احنا في الحي المالي في الخط الفاصل او الشارع الفاصل ما بين الوزارات والحي المالي، قدام مشروع برو مارك، المشروع اللي واخد كورنر الحي المالي اللي مطل مباشره على وزاره الماليه. والمشروع ده في منتهى القوه، تابع لشركه مطوع جروب او ام جي اللي هي ملاءتها الماليه مليار و200 مليون. شركه مساهمه مصريه، سابقه اعمال قويه جدا في الماركت، غنيه عن التعريف. طبعا هم اللي عملوا مشروع لافيدا في هليوبلس الجديده، وهو كومباوند سكني متكامل في منتهى القوه. وهم اللي عملوا مشروع اتش كيو الموجود على 90 الشمالي، وهو مشروع حقق نجاح كبير جدا. وهم اللي عملوا بلو في العين السخنه. الجميل في المشروع ده ان هو بدا يتبني من قبل ما ينطرح للبيع، وهو مساحته اكتر من 8800 متر. هو مشروع تنفيذ شركه اي سي جي، وفي نفس الوقت هو تجاري واداري. والجميل فيه ان التجاري ما بيتباعش، بيتأجر بس، لان مشهور جدا ان اي تجاري يتباع ممكن ما يبقاش في احسن اداره او احسن نجاح. المشروع ده بنسبه 100% انا شايف ان هو كتجاري او اداري هيكون في منتهى القوه. والمساحات هنا بتبدا من 30 متر. ارتفاع السقف في الوحدات الاداريه 3 متر 60 سم، والتجاري 5 متر و40 سم. والحلو هنا ان احنا قربنا نستلم، فاحنا استلمنا في خلال سنه، وانظمه السداد لغايه النهارده ممكن تقسط على فترات طويله جدا وتدفع داون بيمنت. ودلوقتي من الفيو المطل على كل الوزارات المصريه من مول جراند سكوير، نبص كده على الوزارات المصريه هنلاقي كل الوزارات شغاله بالفعل. عندنا اكتر من وزاره شغاله بالفعل، والوزارات جاهزين للانتقال، ودلوقتي بيجربوا تشغيل تجريبي. فدلوقتي حضرتك تخيل ان انت عندك عامل ندره، ان انا مول مطل على كل الفيوهات دي، شايف كل الحي المالي اللي هو فيه كل الفروع الرئيسيه للبنوك الموجوده في مصر، شايف كل الوزارات الموجوده في مصر على محور الرئاسه وعلى حديقه الرئاسه 1900 فدان، وشايف مقر الرئاسه، وشايف كمان المطار الدولي. فحضرتك احنا بنتكلم في لوكيشن مش هيتكرر تاني. انا عايز حضراتكم تاخدوا ده مثال لعامل الندره. دايما بتكلم مع حضراتكم انا لازم اشتري حاجه فيها عامل ندره. يعني ايه عامل ندره؟ زي اللي احنا فيه دلوقتي بالظبط، حاجه مش هينفع تتكرر تاني، 3 نواصي مش هنشوفهم تاني. دايما لما بختار للمستثمرين اللي بيكلموني بختار لهم حاجه محققه عامل الندره وعامل التخصص. هو ده اللي احنا شايفينه النهارده قدام عينينا، ولسه هنشوف اكتر واكتر طول ما احنا مع بعض بنشوف فيديوهاتنا. هنلاقي ان احنا دولتنا والعاصمه بتاعتنا بتعمل عظمه. دلوقتي لو اتكلمنا عن الفيو الثاني لجراند سكوير التابع لشركه بيراميدز في الحي المالي، قلنا الفيو الاول هو موجود على حي الرئاسه. ثاني فيو عندنا ان احنا شايفين كل الفروع الرئيسيه للبنوك الموجوده في مصر كلها. حضرتك بتتكلم في اكتر من 38 قطعه ارض متخصصه لبنوك، غير ان احنا هنشوف الفيو الثالث اللي هو حي الوزارات اللي فيه كل وزارات مصر اللي انتقلت بالفعل. فاحنا بنتكلم على فيري برايم لوكيشن، بنتكلم على فيو
قدامنا حديقه رئاسه ومقر حكم ومطار، ورانا حي البنوك، كل الفروع الرئيسيه، على يمنا كل الوزارات الموجوده في مصر. فيري برايم لوكيشن. دايما بقول لحضراتكم لما نيجي نستثمر، عايزين نستثمر في حاجه ملهاش منافس، لازم نحقق عامل الندره والتخصص. يعني ايه ندره وتخصص؟ يعني انا مفيش مول هيجي يتخصص زيي هنا في الحي المالي، يكون على شارع الرئاسه شايف فيو كل حديقه الرئاسه ومقر الحكم والمطار. مفيش حد غيري هيشوف كل الفروع الرئيسيه للبنوك. فانا عندي عامل الندره في اي سعر احطه على قانون العرض والطلب في الاقتصاد، انا كسبان، واي حد هيجي لي بالسعر اللي انا احطه. علشان كده المول ده هو اول مول دخلت له براندات، واول مول بالفعل في شركات اجرت فيه، والنهارده هنشوف كل التفاصيل فيه. فعلا لو حضرتك عايز تستثمر، مش بنقول جراند سكوير بس، احنا بنقول شركه بيراميدز. ليه شركه بيراميدز؟ لان الناس عندها رؤيه، هم اول ناس قالوا تفويض بالايجار، واول ناس نزلوا في الحي المالي، فناس عارفه مستقبل المناطق رايح فين، عارفه مستقبل الاستثمار رايح فين. ففعلا شركه في منتهى القوه. النهارده احنا في الار 7 الحي السابع على مساحه 1500 فدان. الحمد لله تخطينا ال 70% انشاءات، والنهارده عندنا استلام فوري واستلام بعد 6 شهور. الحي السابع بيمتاز دايما ان هو جنب الاكسبو سيتي اللي هي مدينه المعارض الدوليه، اكبر مدينه معارض في الشرق الاوسط، وبجانب الميجا مول، وعلى الدائري العاصمه دايركت، وهو قريب جدا من النهر الاخضر، اكبر حديقه مركزيه حول العالم، وعلى بن زايد او قريب جدا من بن زايد الجنوبي، اعرض محور في مصر. احنا بنتكلم عن منطقه انطرح فيها 3 جامعات دوليه، الجامعه السويديه والجامعه البريطانيه والجامعه الروسيه، غير ان احنا عندنا 9 مناطق خدميه في الار 7. منطقه مليئه بالخدمات، منطقه قمه في الرقي، من اوائل المناطق اللي هتتسلم في العاصمه الاداريه الجديده. النهارده احنا في منطقه المستثمرين، منطقه الطرح الاول المميز. النهارده تقدر تستلم فيها، تتملك وتستلم وحدتك، سواء كانت سكنيه او اداريه او طبيه. تقدر تشتري فيلل، تقدر تشتري دوبلكسات، تقدر تشتري ابارتمنتس، ايا كان حضرتك تقدر تستلم النهارده، لان هي اول استلام، واكبر مطورين في العاصمه الاداريه الجديده نزلوا فيها 14 كومباوند. هي قدام سيلة طلعت مصطفى والنهر الاخضر، اكبر حديقه مركزيه حول العالم، على محور بن زايد الجنوبي، اعرض محور في مصر. المنطقه دي بخلفها منطقه الار 7 واللي فيها جامعه كوفنتري وفيها حي السفارات، فمنطقه تقدر تستثمر وتسكن فيها على الشورت تيرم. هي اول منطقه سكنيه هتشتغل في العاصمه الاداريه الجديده.